السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد زهير، وهنكمل بقى رحلتنا في الثانوية العامة وما بعد الثانوية العامة. دخلنا الجامعة. الله، دخلنا الجامعة. أنا دخلت إيه بقى؟ دخلت معهد تمريض. معهد تمريض. جبت 93% زي ما أنتم عارفين في الفيديو اللي فات. فطبعا ما كانش متاح بقى، يعني أنا في كلية تمريض. اللي يقول لي ما دخلتش كلية تمريض لما أنت جايب مجموع عالي والكلام ده. أنا كلية تمريض فرقت معايا درجتين. يعني كانت بتبقى من ساعتها عندنا في يوم من 93.5%، وانا كنت جايب 93، يعني فرق درجتين. ماشي. لان 1% باربع درجات، يعني او 4 درجات وكسر يعني. فالمهم يعني ما دخلتش. طبعا احنا لفيت بقى، رحت لحد جامعة تقريبا قناة السويس. سمعت هناك ان بندور بقى على النت كده التنسيق اقل، يعني كلية تمريض، فلقيتها مثلا اقل من الفيوم. مش عارف، كنت فاكر، مش فاكر من كام الصراحة ساعتها يعني. فالمهم رحت خبطت مشوار لحد الاسماعيليه، عشان انا دايما في محافظه الاسماعيليه، يعني كانت اول مره اطلع بقى بره محافظتي خالص. ورحت لوحدي بقى، خبطت مشوار. وعرفت ان هي اقليميه، يعني ايه؟ يعني انت بمحافظتك، مفيش حاجه اسمها، مش جغرافيا، مش هتروح مثلا محافظه تانية لانك جايب مجموعه، لا هي اقليميه، انت كليه تمريض في محافظتك. فرجعنا. يلا قلنا الحمد لله ما عملناش نصيب ندخل الكليه. فهنا بعد مشاورات، دخلنا مع التمريض. لا بقى، عشان برضه تبقى الامور واضحه، دخلت عشان الوظيفه، لان احنا مع التمريض وكل التمريض طبعا ليهم تكليف زي كليه الطب، وكان صيدله قبل كده يعني. يعني انا نقول زي كليه الطب لها تكليف في المستشفيات تبع الحكومه يعني. فالمهم احنا قلنا وظيفه في الايد احسن من ما نعرفش اللي على الشجره يعني. انا كده كده هدخل كليه مثلا اي كليه تانية، فمش هطلع اقعد ال4 سنين ماشي ابو مؤهل عالي وكده، بس هطلع مش هلاقي شغل. كده كده هدخل المعهد، وهشتغل وظيفي موظف حكومه والكلام ده. فدخلت المعهد تمريض. طبعا جينا بقى في مرحله عايز اقول لكم هنا، ان هنا بقى ابويا بقى بيقول لي يا محمد انت هتندم، تندم ندم شديد ان انت ما ذاكرتش، ان انت ما دخلتش. طب داخل معهد ده، انا بتكسف اقول للناس ان انت في معهد. هو انا بابا اهو، وانا بقول للناس كلها اللي انا في معهد تمريض عشان انت ما تتكسفش تاني، عشان اي حد يسال اقول له محمد في معهد. كان ساعتها بقى اي حد يسال يعني ما هقول ايه؟ تمريض بس، تمريض. طبعا انا الامراض كان بالنسبه لي مش اللي هو عادي، انا مش متاذى. انا زي ما قلت قبل كده، احنا بنبقى مشحونين بطاقه الاهل في اللي هو تدخل كليه معينه، فاحنا ما دخلناش فبنحس بالذنب. فاهم قصدي؟ لكن انا بالنسبه لي لما طلعت بقى من ثانوي النتيجه والكلام ده، رحت دخلت. مش هقول لكم ان انا حاببها، يعني الصراحه ما كنتش حابب المجال التمريض. داخله عشان وظيفه زي ما قلت لكم، مش هدعي المثاليه والده انا بحبه والمهنه الانسانيه ومش عارف، لا. انا دخلت عشان وظيفه زي اغلب الناس اللي بتدخل يعني. ما قلتش كله، في ناس بتدخلها حبا فيها عادي، لكن انا دخلت عشان وظيفه. فدخلت، هو سنتين و6 شهور امتياز، يعني قول سنه امتياز برضه، عشان احنا عقبال ما نتعين كده قعدنا سنه، يعني قول 3 سنين. فالمهم دخلت المعهد. الصراحه اول ترم جت الكورونا، فامتحنا ابحاث سبحانك رب. اول ما دخلنا امتحنا. عايز اقول لهم بقى ان انا اول ما دخلت المعهد الصراحه كان فرق شاسع ما بين الجامعه عامه كمفهوم كلي، وما بين الثانويه العامه. يا خرابي، لا لا لا، بجد في فرق. ده احنا في الثانويه العامه يا جماعه، والله احنا بنقعد بيدونا المعلومه في بقنا كده، بيقدموا لنا على طبق من ذهب حرفيا. انت بيبقى عندك مدرسين بتشرح لك، بدل الواحد اتنين تلاته اربعه 10 100 والله 100 واحد. عندك بدل الكتاب الخارجي 10، عندك بدل المصدر اتنين وتلاته وعشرة، عندك اهتمام يا خراب ايه ده. وبالعربي، بلغتك الام اللي انت بتتكلم بيها، فاهم قصدي؟ يعني حتى لو الواحد ما بيعرفش يقرا ويكتب، مفيش حد في الثانويه العامه معايا الا ما رحم ربي، يعني ممكن يكون قليل قريته مكسره بس هيتعامل. معلومه بتاخدها انت قاعد. بتدخل الجامعه كله بالانجليزي، احنا كان بالنسبه لنا احنا بقى كتمريض كتب كلها بالانجليزي. انت في الكتب الخارجيه بتلاقي تنظيم بقى ومش عارف الوان بقى، وكتب خارجيه بتدفعها، خدت بالك؟ مذكرات بقى الوان وطباعه وحاجات شغل عالي بقى بفلوس. تدخل بقى مذكرات ابيض واسود ومكتوبه، مفيش تنظيم الصراحه. مش جديده يعني، كله عارف. وانجليزي ومصطلحات طبيه. والله انا كنت بقعد اقرا، كنت اترجم المصطلح الطبي والله ما بفهمه بعد ما اترجمه قسما بالله. يعني انا اقعد اترجم المصطلح بالعربي، طب والله ما بفهمه بالعربي، ما بفهموش.
قيست بقى هترجم مصطلح اتنين، طب جمله مع بعض، طب كلمه لوحديها، طب جمله مش عارف، طب فقره مع بعض، طب صفحه مع بعض، طب اجيب العيال اللي بتنزل ملخصات. الله، ما فيش فيه ما فهمش، ما فهمت، مش عارف انا حمار بقى ولا إيه. المهم يعني كان الموضوع كان جديد عليا بقى، كان غريب وهكذا. فيئست بقى، تعبت والله ما انا مذاكر. بس طبعا جبت الترم الاول الحمد لله، جت ابحاث. الترم الثاني غشيت صراحة كده. انا ده حاجة، اي كلام انا بقوله لنفسي، تجربتي انا، ما هو بقولش الكلامش على حد ولا على مكان ولا اي حاجة، عشان بس يبقى الكلام واضح، عشان الكلام ما يتاخدش في نقطة تانية. انا صراحة كده غشيت. غشيت بقى اللي هو مثلا كان ممكن العيال اللي ورايا مثلا يتكلموا مع بعض، فاسمع بالخباثة برضه كده يعني. فبسمع مثلا اختياري مش عارف لو في اختياري الكلام ده. فغشيت وشكرت، كان في واحد بقى جنبي، شكرته بقى على الواتس بعد ما غششني. نزلت على الواتس بقى، كنت لسه داخل بقى جديد الجامعة. هات رقمك، هات رقمك، هات رقمك، هات رقمك، هات رقمك. طبعا ما كانش فيه بنات الحمد لله يعني، ماليش في ما كنتش مختلط قوي سيره البنات دي يعني. فقلت بقى للشباب هات رقم، انت اسمك ايه؟ مصطفى، انت اسمك محمد، اسمك ايه؟ احمد. هات يا اسطى رقمك، وابصوا من هنا ومن هنا، وحبيب قلبي واخويا والتنين والشق واللي فوق. جمعت ارقام يعتبر نص الدفعه. المهم بقى في الامتحانات، فهو كان في واحد بقى كده مشهور يعني، عيل شاطر يعني، واسمه جه جنب اسمه، هو اسمه محمد انا اسمي محمد. فقلت له يا اسطى صلي على النبي، غششني عشان على الله حكايتي ومفيش اي حاجه وما ذاكرتش والكلام ده. طبعا كان في رايت يعني، لو بتكتب يعني كده، مش قبل البابل شيت دلوقتي يعني. كنا ماشي، الاختيار هياخده وهكذا. اي حد بقى غششني الصراحه، بس الوقت ده نزلت على الواتس، هو كان عندي الواتس بقى، انا واخد ارقامه والدفعه، قلت اشكر فلان الفلاني انه غششني في الامتحان. طبعا كميه عبثه يعني انت تقول اه الواد العبيط اللي بيتكلم ده يعني انت غشيت وما سكتش، وكمان نزلت على على الواتس وتقول لي انت غشيت وتشكر اللي غششك. يا ابني في ايه يا ابني؟ لا انا كنت كده يعني، كنت حبيت اشكر مجهود يعني اللي هو غششت. فالمهم جت عدت سنه اولى الحمد لله ونجحت، مش عارف نجحت بقى، نجحت يعني الحمد لله نجحت. نجحت مش فاكر انا جبت، ما كانش تقدير جيد ولا مش فاكر الصراحه. كان على الترم الثاني بقى، ما الترم الاول كان ابحاث يعني. جت سنه ثانيه بقى. قلت بص يا محمد، انت لازم تذاكر عشان تدخل كليه تمريض، لان كليه التمريض بتاخد تراكمي، وانت احمد ربنا ان الترم الاول كان ابحاث فمش هيتحسب، فاعتبر الترم الثاني ده ان انت جبت فيه درجه مش ولا بد احسنها في سنه تاني عشان تدخل كليه التمريض، لان كليه التمريض بتقبل بتنسيق عاليه، كانوا زي الثانويه العامه كده برضه فوق التسعينات. ساعتها كانت بتقبل فوق ال90 عشان وكان بياخدوا عدد قليل قوي عندنا في الفيوم يعني. فقلت لازم تذاكر ومش عارف ايه والكلام ده. الحمد لله سمعت الكلام ودخلت. اترجم مصطلح مفيش، اترجم جمله ما في، اترجم فقره ما فيش. ده يا جدعان وانا ما بفهمش، ولا الكلام هو اللي ما بيتفهمش، ولا انا اللي ماليش في التعليم، ولا إيه يا جدعان؟ ما ذاكرتش. وتكون الصدمه هنا، دخلت الترم الاول شلت مادتين. ياه يا مادتين دب دب على طول كده. شلت المادتين. كانت في ماده اسمها الاحصاء، يعني ماده كانت بتتكتب، كانت احصاء ما عرفتش اغش فيها الصراحه كانت كتابه. مش مسامح الوالد اللي انا هقول عليه دلوقتي، مش عايز اقول اسمه يعني، ما رضيش يغششني كان وراه يا اسطى، وانا مش مسامحه عشان ما رضيش يغششني. معلش يعني انا بحب اتكلم. ما رضيش يغششني، هو كان المفروض قريب مني وزعلت منه، والموقف ده معلم لحد دلوقتي. معلش يعني كان بيغشش وبيغش، وانا لحد عندي كان قدامه كده، ما رضيش يعمل نفسه عبيط. والماده التانيه كانت سهله اسمها معلوماتيه ولا حاجه. فعملت، فشلت الماده دي، كانت سهله يعتبر خاصه بالكمبيوتر والكلام ده، بس كانت بالانجليزي يعني. الاثنين شلتهم يعني، انا اعتبر المعلومات دي اسهل ماده من المواد يعني، كان كله بينجح فيها، انا الحمد لله اللي شلتها، انا وكام واحد كده في الدفعه كلها. والاحصاء طبعا عشان كانت يابا فشلتها. طبعا انا كان فاضل لي ماده واحده واعيد السنه. يعني انا لو نزلت في ماده في الترم الثاني في سنه ثانيه، يبقى انا كده خلاص عدت السنه، حتى لو في كل المواد مقفل فيها مثلا، ده اقصى تقطيع. فلا، فانا طبعا جبت بقى في الترم الاول ما ذاكرتش، فشلت مادتين. دخلت الترم التاني حرفيا، انا قلت والله ما هذاكر انا هفضل اذاكر طول الترم في حاجات انا مش فاهمها ولا حاببها اصلا، وفي الاخر ممكن ماده انقص فيها ولا انزل فيها تروح معادل السنه كله، يبقى انا عملت ايه؟ قلت والله ما انا مذاكر ومش هحل. ودخلت الامتحان يا جدعان قسما بالله الترم التاني انا كنت كاتبه بالشيت. انا والله ما كنت بقرا الاسئله، كان في مواد والله انا كنت بقرا الاسئله في ورقه الاسئله، كانت في ورقه اسئله وورقه بابل شيت كده.
انا كنت بمسك الورقه بابل شيت، اركن ورقه الاسئله كده على جنب، بمسك البابل شيت. انا مثلا انا الاختياري ده الف ده ب ده ج كده بالحب، بصمجه كده ببصمج، يعني زي ما تيجي تاجي، يعني انت عارف انت لو تقول كله دي وكله بي والكلام ده، انا كنت بعمل نفس النظام. خدت بالك؟ وقلت ما هغشش، وقلت يا جماعه انا مش هغش. مش عارف كان في الترم الاول ولا التاني، بس انا قلت مش هغش. طبعا صورت على نفسي. والتاني انت عارف لما تكون كل المغريات اللي حواليك بتساعدك على انت تعمل الحاجه دي وانت عايز تبعد عنها، فانت كطبيعه كانسان، اصل احنا بشر، احنا بنضعف. انا مش هقول لك، مش هدعي المثاليه برضه اقول لك ده انا ما غشتش والغش والكلام ده، هو الغش حراميه وفعلا وغلط ومش بشجع عليه خالص والله. بس الفكره انا بحكي لكم تجربتي يعني من اللي حصل فعلا يعني وعدى عليها في الزمان. فالمهم العيال ورايا كان في اتنين، احنا كنت على الحرف كده في المدرج، فاللي في اتنين ورايا، يعني ورايا مثلا تمام، كان في واد قدام، فالاتنين اللي ورايا كان بيتكلم بصوت عالي. يعني مثلا اقول له السؤال ده، اقول له الف ب ج، فانا قاعد طبعا، والعيال شاطره يعني شاطره، لو منهم مثلا منهم واحد شاطر فالتاني اشطر مثلا، او الواحد متوسط التاني اشطر منه وهكذا يعني. هتاخد وتدي يعني، في ممكن يكون من ضمن خمس اسئله في ثلاثه صح واثنين غلط مثلا بالنسبه لهم يعني. فقلت ده، طب ما انا يا عم يلا، انت كده كده ما بساعدش للغش، الكلام بقى كنت بقى الشيطان بيوسوس لي يعني، ما ساعدش للغش فاكتب كانك انت حليت. فمشيت ورا الشيطان ورحت حل. فالمهم حليت وتمام. بعد بقى صراع مع النفس، وقلت والله ما هغش، وزي ما تيجي تاجي ده هي ماده وانا او داخل انا فعلا عادي السنه، يا داخل الترم الثاني قلت والله خلاص انا عادي السنه. طبعا ابويا هنا يعني ايه، انا ابويا من النوع اللي هو يعني برضه مهتم بيه قوي، لان انا الكبير هنا، انا اكبر واحد في اخواتي. فطبعا كان قاعد زي ما بتقول كده، احنا بنقول في بلدنا يعني بنقول في مصر يقول لك بعتمد عليك، انت الامل، يقول لك انت امل، انت امل ان انت عايزك تنجح بقى. هو شايف الدكاتره المهندسين، فكان عايزني ابقى واحد منهم يعني. فطبعا فكره ان انا اسقط دي ما حصلتش في تاريخي، يعني في تاريخي اللي على مدار السنين كلها ما حصلتش. انا الحمد لله من ابتدائي لحد ثانوي كنت شاطر يعني، الحمد لله كنت بتاسس صح مع مدرس برضه، كنت حابب التعليم من صغري بجد وكنت شاطر يعني. فالمهم انا داخل قلت خلاص انا عارف انا بايعها يعني، انا بايع الدنيا، قلت وانا كده كده هادي السنه، وزي ما يحصل في البيت يحصل بقى، واللي يحصل يحصل. وهو بيقول لي بقى هتطلع تشتغل ومش هتطلع، وانا اصلا ما كنتش بشتغل يعني، كنت ماشي بروح اماكن كده واجي اسبوع يوم شهر، مش بتاع شغل قوي يعني فاصل لك، لان انا كنت في الدراسه منتبه قوي للدراسه يعني. فطبعا قال لي هتشتغل ومش هتشتغل، فانا كنت اروح شغلانات باينه يعني، نفسيا انا بتعب منها يعني، حاجات مش حاسسها اللي هي بتاعتي يعني. الشغل مش عيب ولا حرام، بس انا حاجات مش تبعي يعني. فالمهم انا عارف انت اللي تابعت السنه بايعها برضه، ما خلاص انا هعمل ايه. دخلت امتحنت، جيت افتح النتيجه بقى، ابويا كان قاعد في الصاله وانا كنت قاعد في الكمبيوتر، كان في اوضه كده. فقعدت داخل قلقان على الموقع بقى، اوه يا خرابي، ده انا لو ماده ما بصيتش على انا بصيت على كلمه ناجح او راسب، لقيت نفسي ناجح وراسب بمادتين. مش مشكله، هو لو كان كتب لي راسب ما كانش هيجيب لي راسب بمادتين يعني، كنت راسب في السنه كلها. لقيت نفسي ناجح، يا خرابي، رحت قايم حاضن ابويا وبايته من هنا ومن هنا، قلت له انا نجحت. ابويا تحس ان انا يعني ساعتها ساعتها فرح اول مره احسه، فرح كده لما يعني اول مره اللي هو خلاص، انت عارف انت لما تكون خلاص انت فقد الامل في حاجه وربنا سبحانه وتعالى يبعث لك فيها الامل من جديد، فانت بتفرح الفرحه دي. ففرحنا والحمد لله عدت السنه، قلت خلاص وارتحت والله يا جماعه. ساعه ما خلصت سنه تانية دي انا قلت والله الحمد لله دماغي شالت، ارتحت خالص يعني. كانت سنين خلاص تعليم بقى، تعليم ايه بقى. ده انا والله يا جماعه انا لحد دلوقتي بحلم بالامتحانات وبالمذاكره وبحس ان انا بسقط وبشيل المواد واعيد سنه. والله لحد هذه اللحظه بصحى من النوم اقول لنفسي يا ابني ما انت مخلص، الله يخرب بقى. والله بجد لحد دلوقتي بشوف اثار تراكمات بقى، يعني حاجات بتبقى في عقلك اللاواعي كده بتفضل تراكمات، عشان كده بقول لكم ما حدش يزعل ولا يدوس على نفسه. حاجات بتحصل تراكمات كده لحد هذه اللحظه يعني. شوف بعد ايه، بعد الثانويه العامه من 4 سنين، وبعد ما خلصت بسنتين من المعهد، يا نهار ابيض ادي. فالحمد لله عدت، دخلت بدات الامتياز. كان الامتياز 6 شهور عشان احنا معهد يعني، والكليه بتبقى سنه يعني. 6 شهور امتياز، قعدناهم وعدينا ومش عدينا. كان في المستشفى بقى، ننزل في المستشفى، انا كنت نازل قبل الامتياز ما يبدا كده، نزلت مستشفى العام عندنا الحمد لله، نزلت فيها مش عارف 3 اسابيع وما ما رحتش. ونزلت مستشفى خاصه برضه عندنا كده، قعدت فيها يومين في الطياره، الحمد لله ما حبيتش الجو، رحت ماشي.
كنا بنقعد من 8 ل 8، وكان القضا صغير بتاع الطوارئ، وكان اي حد اي شغل يجي الموجودين في المكان هم اللي يشتغلوا، انا ما كنتش بشتغل. فانا قاعد ما بتحركش، فزهقت. انت عارف انت لما تبقى قاعد في مكان كده ماشي، هو قاعد في التكييف وقاعد في الظل وقاعد في حته حلوه، بس ما بتتحركش، مفيش حركه، ما تحسش انت بتعمل حاجه في اليوم. 12 ساعه بقى 8 الصبح ل 8 بالليل. فزهقت ورحت ما قلت والله ما هاجي تاني، ما جيتش تاني بقى. وبدا الامتياز عندنا في مستشفى الجامعه، عشان احنا المعهد مع التمريض اللي بيبقى بعد ثانوي ده بيبقى تبعه التعليم العالي يعني. فبنتعلم، فبياخد امتيازنا في مستشفى الجامعه، مستشفى الجامعه، تمام، مستشفيات الجامعه. فروحنا وتعلمنا في الامتياز ونزلنا الامتياز. الوضع كان في الاول الصراحه ما كانش يعني برضه، ما كانش يعني كنتش حابه يعني. انا المهنه برضه يعني لسه جديد عليها وجو بقى المستشفيات ده الصراحه، انتوا عارفين، انتوا الواحد فيكم لما بيدخل المستشفى كده ولا حاجه لمده نص ساعه ولا حاجه، لو يعني ربنا يشفي كل مريض يعني، انت بتشوف بتحس بخنقه ومش مرتاح مكان يعني، مش مكان مريح للقعده فيه يعني. انا بقى قاعد ليل ونهار، وده يبقى شغلي طول عمري والكلام ده يعني. فمش حابب. وكمان بقى للاسف دي حاجه معضله قوي، الانجليزي. يعني انا الانجليزي بقى، ومش الانجليزي كمان الجنرال اللي هو الانجليزي اللي بيتكلم، لا ده انجليزي مصطلحات طبيه. الناس اللي في الكليات الطبيه عارفين معنى الكلام ده. يا خراب، المصطلحات الطبيه دي يعني عايزه لها واحد لوحده في دنيا لوحده ويا ريت التراجم دلوقتي للاسف، لانهم العلم بيكتبوه باللغه الانجليزيه واللاتينيه والكلام ده. فما عندناش احنا يعني يا حظ وافر او مخزون وافر في الترجمه العربي يعني المصطلحات او شرحها يعني. فانت تترجم المصطلح انت مش فاهم فيه حاجه، ومفيش حد يشرح لك زي الثانويه. يا جماعه انتوا بتطلعوا من الثانويه بتبقوا واخدين المعلومه ببقكم فعلا، والله العظيم. كل حاجه بتبقى سهل، تطلع انت كل حاجه لازم تعملها بنفسك في الجامعه. طبعا انا بحكي لكم مستفيض في التمريض عندي لان ده مجال يعني وكده اللي دخلته، بس في الجامعه يا جماعه بالذات اللي بالانجليزي، لا لا، في فرق. في فرق يعني. العربي مثلا في الكليات اللي بالعربي برضه مش اعتقد مش ما فيهاش فهم قوي برضه يعني. يعني قصدي الكلام برضه مش مفهوم قوي يعني كانه انجليزي، بس ده عربي هتفهم يعني. لكن ده لازم نترجم ومصطلحات طبيه ومصطلحات غريبه. الواحد كان موضوع صعب يا جماعه برضه. انت عشان تقعد تترجم صفحه انت ممكن تقعد فيها ساعتين ثلاثه. انت كده بتترجمها بس، انت ولا لخصتها ولا ذاكرتها ولا رجعتها ولا فهمتها ولا اي حاجه. فطبعا ده ضغط عليك وحاجه تزهق وانت اصلا ممكن تكون يعني كنت داخل اصلا مش طايق المجال ولا طايق الكليه، فانت شوف بقى ده كله بيتراكم عليك. فبدأ بقى هنا بقى التمريض هي الصراحه لما مسكنا فلوس، انا دلوقتي في الجيش يعني، لما مسكت فلوس بقى مرتب، حسيت بقى ان انا يعني احسن من غيري يعني الصراحه. يعني في لسه الطلاب اللي زي يعني لسه بيدرسوا بياخدوا فلوس من اهاليهم ومش عارف، هيطلع مثلا اغلبهم مش هيلاقي شغل برضه في مجال دراسته. فلما ابص لنفسي لا ده انا في مستشفى بقى، ومستشفى نظيفه، احنا عندنا مستشفيات الجامعه نظيفه الصراحه، وفي الفيوم يعني، واكيد في كل مكان، بس انا بتكلم عن اللي عندنا يعني. فاشتغلنا وفي نظام وفي ضبط وربط وفي فلوس كويسه وشغل برضه عدد ساعات مش كتير والدنيا كويسه، فحسيت براحه نوعا ما يعني، ارتحت شويه. لان انا لما اقارن نفسي مثلا لو اشتغلت بره، ربنا يعين كل الناس ويساعدهم يعني، اللي بيطلعوا يشتغل 12 ساعه غير مواصلات، ومثلا ما بياخدش يعني زي كده برضه في مرتب يعني، او ما بيقضيش دنيته يعني فبحمد ربنا بقول الحمد لله على كده. انا لو عايز اتقدم بقى وعايز اذاكر وعايز اطور من نفسي، يبقى الوظيفه موجوده، وكده كده اخد منها بدل ما احمل على اهلي في الفلوس. لا ده انا اخد مثلا اشتغل بوظيفه، وبعد كده اللي انا عاوزه اصرف عليه من شغلي. ده اللي انا تفكيري، فعشان كده انا ارتحت فيه. لكن انا حابب المهنه وحابب المجال والكلام ده. مش هقول لك اللي انا حاببها ولا انا كارهها يعني، انا ولا حاببها ولا كارهها، بس عادي اللي هو انت عارف، انت في المكان ده عشان تبقى لازم تبقى فيه. يعني مش كلنا كده بنروح شغل عشان احنا حابينه، لا ممكن انت بتروح عشان انت لازم تبقى تشتغل، لازم عشان تبقى في المكان ده، هو ده المتاح عشان تعيش حياه كويسه. لكن اللي بيحبوا الشغل ده وبيروح شغله بحبه ده كده، وممكن يقعد فيه طول النهار والليل، ده بيبقى قليلين او مش منتشر حوالينا يعني، فاهم قصدي؟ فكانت الجامعة بالنسبة لي طبعا ما كنتش بروح الصراحة. نرجع بقى، ما كنتش بروح يعني أغلب الأيام الصراحة يعني. الصراحة كانوا سنتين كده يعني لعب في لعب، وكان النت موجود، وكنت لسه جايب تليفون بعد الثانوية العامة، تليفون تاتش اللي هو لسه بصور بيه دلوقتي. تليفون يعني إمكانياته اللهم صل على النبي تحت خالص يعني. ف فلسه بقى كنت قاعد في البيت بقى وقاعدة بقى وقت فراغ ونت. وصراحة مش هنكر واقول ان النت كان ضرر عليا اكتر، لا لان عرفني حاجات كتيرة الصراحة، وكانت نقطة تحول وده احكي عليها في وجهي. دي كانت مرحلة الجامعة.
الحمد لله عدت بحلوة مرة. دلوقتي احنا في الجيش. اه في الجيش تجربة جديدة تاني، تجربة جديدة تاني، وهنمر بيها بحلو وبوحش. للأسف في حاجات كتيرة مؤذية للأسف، بس هنعدي بيها إن شاء الله بإذن الله يعني. بنتعلم منها، نتعلم حاجات هتفيدنا. بس للأسف احنا مفيش، بقول لك فعلا محدش بيتعلم ببلاش. ده حقيقة والله فعلا. يعني انت عمرك ما تتعلم ببلاش، هنا مش شرط فلوس خالص يعني. لا يعني بيبقى جهد، بيبقى نفسية، بيبقى وقت، بيبقى فكر، عدم راحة بال. ده كله حاجات انت بتديها منك من نفسيتك لحاجات انت بتتعلمها. مش شرط يكون فلوس. ده ابويا، ده الفلوس دي اقل حاجة واهون حاجة والله. والله الفلوس دي اقل حاجة واهون حاجة لو عايز تتعلم حاجة. بس يلا الحمد لله دينا بنتعلم. لا عايز اقول لكم في الاخر والله بجد، يعني ايه ما تزعلوش، وكل مرحله هتاخد منها الحلو ومنها الوحش. انا عارف ان انا طولت عليكم، بس اعذروني. انا يعني انا حابب اتكلم براحتي يعني، بالراحه كأني وش لوش كده، مش عايز اللي هو يبقى مصطنع، او اللي انا اقعد مثلا اجمل لكم. لا احنا بنتكلم عادي كأنه وش لوش كده. وانا طولت عليكم معلش. باذن الله هنعمل فيديوهات عن مواضيع كتيره جايه باذن الله، نتعلم مع بعض ونزين نطور نفسنا وحاجات كتير. لسه اقول لكم بقى على يعني الحاجات اللي فعلا خلتني اتغيرت، والحاجات اللي انا اتعلمتها بعد الثانويه العامه كانت نقطه تحول باذن الله. ودي هنبدا نعمل لها فيديوهات بعد كده ان شاء الله واحده واحده. بس انا عايز اظبط يعني، انا انظمها كده فيديوهات عشان ما تبقاش يعني يبقى الموضوع منظم كده، تبقى عارف انت داخل تتفرج عليها باذن الله. وده اتمنى تعجبكم الفيديوهات دي باذن الله، وخير ان شاء الله، ونتقابل على خير المره الجايه. كان معاكم محمد زر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.